صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة بقى النهاردة، وهنتكلم عن أسرار النجاح. ازاي ان انت تقدر تعمل 1,000,000 جنيه في ظرف سنة واحدة بس. طبعا مش معنى كده ان انا عملتهم، بس لازم اوضح لكم ان انا لسه بادئة جديد جدا في قراءة كتب كتير. لازم عقليتنا تبقى افضل بكتير. تعالوا نشوف بقى ونحكي ونتكلم ازاي تقدر تكون مليونير. في حاجات كتير ممكن تحصل لنا في حياتنا، مش الفقر نفسه، لا، الاخطر ان انت تفضل فقير وانت مش عارف ليه. تجري ورا الفلوس وهي بتهرب منك، وتشتغل بالليل والنهار والحساب البنكي يفضل فاضي، تقول لنفسك ربنا مش كاتب لي ده. طب هقولك على حاجة، يعني ممكن ما تزعلوش من اللي هقوله، لكن لازم تفهم كويس اللي انا هقوله عشان حياتك تتغير 180 درجة في 20 يوم. والحقيقة هي ان انت السبب. ايوه، احنا السبب فعلا، مش الناس اللي حوالينا، مش العالم، مش الدنيا، مش حظك. انت برمجت دماغك ان انت تبقى فقير من وانت طفل. كانوا بيقولوا لنا كلام كتير قوي صعب، مع الوقت علينا ابتدى يقتنع. كان في راجل امريكي اسمه جون، كان شغال في مصنع ب $300 في الاسبوع، عايش في تريلر صغير مع مراته وولاده، مديون ب47,000 دولار. كل يوم يصحى يلاقي الدنيا سودة في وشه جدا. جون ده راح محاضرة في يوم من الأيام، صاحبه دعاه يعني، وسمع جملة واحدة غيرت كل دنيته. وهو قال: انت مش فقير، انت مش فقير عشان ما عندكش فلوس، انت فقير عشان جواك صورة ان انت انسان فقير. ساعتها اتأثر جدا وآمن، حس ان الراجل ده بيستهبل، بس الجملة دي قعدت تدور في دماغه كتير جدا، لحد ما قرر انه يعمل تجربة. كل يوم الصبح قدام المراية لمدة 14 يوم هيقول لنفسه: انا انسان ثري، المال بيجيلي بسهولة. انا انسان ثري، المال بيجيلي بسهولة. في الاول حس انه بيكذب على نفسه، بس بعد كده في اليوم ال11 مديره في الشغل عرض عليه ترقية كان رافضها من سنتين عشان مش شايف نفسه انه يقدر انه يشتغلها. المرة دي قال: أيوة أنا موافق. في اليوم ال13 لقى إعلان عن كورس في مكان تاني ويسجل فيه فعلا، وبعد 6 شهور من الكورس ده جون كان بيكسب 4 أضعاف مرتبه القديم. وبعد سنتين سدد كل ديونه واشتهر وبقى حاجة كبيرة جدا. طبعا احنا ملناش دعوة بالظروف وبالبلاد مختلفة وكل الحاجات دي، خلينا نركز شوية في واحد تاني كان اسمه محمد. كان قاعد سنتين في البيت من غير شغل، وكل يوم أهله يقولوا له مفيش شغل مفيش شغل، وخليك واقعي. الولد صدق الكلام ده جدا، بس كان بيروح اي انترفيو هو حاسس ان هو هيفشل. في يوم صاحبه بعت له فيديو لمحاضره للدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عن البرمجه اللغويه العصبيه. دكتور ابراهيم قال ساعتها جمله وقفت محمد مكانه: ان انت مش بتدور على شغل، انت بتدور على تاكيد لمعتقداتك اللي مفيش شغل. محمد ساعتها جرب ان هو يعمل حاجه جديده، وكتب في ورقه 10 اسباب ليه هو كويس، نفسه يبقى حاجه كويسه، نفسه يبقى شغله كويس. وكل يوم كان بيقراها بصوت عالي وغير طريقه كلامه خالص، ويبقى يقول: انا هلاقي شغل، انا شخص قيم، انا شخص قوي، الشركات اكيد هتدور عليه. في خلال 14 يوم فعلا اتصلت بيه شركه، وكان بعت لها سيرته الذاتيه، ومن 3 شهور محدش رد عليه. لكن بعد كده راح انترفيو وراح بثقه، والمفاجاه الكبيره انه اتقبل ومرتبه كان اعلى مما كان يتوقعه، كان يعني ازيد بكتير بنسبه 30%. هو النهارده صاحب بيزنس خاص وبقى معاه فلوس لانه غير البرمجه اللي جواه القديمه اللي احنا اتربينا عليها، دماغنا فيها العقل الباطن. عقل الباطن اي حاجه بتقول، يعني اهلنا كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين حاجات كانت بتتبرمج على طول في مخنا، وكانت على طول بتتغير وبتتقبل كما هي، يعني كنا بنتقبلها كما هي. اللي معاهم فلوس حراميه، الفلوس مش كل حاجه، اللي معاه فلوس بيعيا، اللي معاه فلوس بيموت، اللي معاه فلوس ربنا بيختبره، اللي معاه فلوس بيبقى انسان مش كويس. المشكله ان احنا من كتر الكلام اللي احنا سمعناه ده، احنا بقينا فعلا فعلا مؤمنين بالكلام ان الفلوس مش كل حاجه. لكن انت تقدر ان انت تحقق الفلوس لو غيرت فعلا البرمجه بتاعتك كليا. لو جات لك فرصه كويسه جدا تلاقي نفسك بترفضها لان انت خايف، مش عايزها، انت عايز تعيش في المضمون، انت عايز تعيش في المنطقه الامان. وده طبعا معظم اهلنا عملوه، ما بيحبوش يمشوا من مكانهم عشان ده الامان بالنسبه لهم، ما بيحبوش يغيروا وظيفتهم عشان ده الامان بالنسبه لهم. لكن الحقيقه المره ان مفيش ضمان للحياه، فانت لازم تتغير في حياتك، ولازم يبقى عندك اراده بنسبه تعدي كتير جدا. انت عايز تبقى غني، انا عايز ابقى معايا فلوس، عايز ابقى صحتي جيده، عايز اتجوز الشخص اللي بحبه، عايزه اعيش كويس، عايزه اخلف اولاد اصحاء. لازم دايما انت تجتهد وتفكر بمخك وتفكر من جواك.
يعني لازم تؤمن بالكلام. ناس كتير تقول انا بعمل كل ده مفيش حاجه بتتحقق، ما هي لازم ما تتحققش لان انت مش مؤمن بيها، انت ما خدتش خطوه. زي ما انا قلت قبل كده في فيديوهاتي ان لازم انت مع بدايه الصفر هو التفكير. انت كده طالما فكرت ما اتحركتش مكانك يبقى انت اتحطيت في نقطه الصفر. فعشان كده انا بقول لكم لازم تؤمن بالحاجه، لازم تؤمن بالحاجه عشان خاطر الحياه ونوامس الحياه تتهيأ لك على اللي انت عايزه. والله العظيم انتوا لو قعدتوا دربتوا نفسكم على ان انت عايز معايا فلوس كتير، لو فضلت تدرب نفسك على ده فعلا ومؤمن بده، حرفيا هتلاقي الكون من حواليك بيتحرك لك عشان توصل للنقطة دي وفعلا يبقى معاك فلوس او يبقى معاك احسن شقة، معاك احسن عربية، بتعمل اللي انت بتتمناه. في تمرين بسيط قوي، كل ما تمسك فلوس في ايدك امسكها وقول انا مستقبل المال وان المال صديقي، انا مستقبل المال وان المال ده صديقي. كل فترة ما تلاقي معاك فلوس قولها وانت مؤمن فعلا، وهتلاقي مع الوقت ان انت ابتدت في ابواب كتير جدا تفتح لك، وفي مشاريع كتير هتبتدي يعني تيجي في مخك وهتبتدي تبتكر. لازم عقليتك تبقى عقلية المليونير. هتعمل ايه؟ تعال اقولك. لو عايز فعلا تكون معاك فلوس، مش هنقول مليون لكن هي الخطوة الأولى، لازم تكتشف حاجات المعتقدات الغلط اللي انت اتربيت عليها عشان خاطر تقدر تغير ودلوقتي حالا. وقول لنفسك اول حاجه بتيجي في بالك اول ما تسمع كلمه غني، هل بتحس ان الاغنياء ناس كويسه ولا ناس وحشه؟ هل اهلك كانوا بيقولوا لك زمان ايه عن الفلوس؟ يعني الفلوس دي وحشه، الفلوس دي بتخلي الواحد يفجر، الفلوس دي. فدي اول حاجه تيجي في دماغك، هي اللي هتكون اللي انت هتكتبها في الورقه. الاختبار ده لما انت تعمله هو اللي هيكون البرمجه اللي انت اتدربت عليها دي. هل الفلوس بتغير الناس ولا لا؟ هتكتب. هل انا محظوظ زي الناس دي ولا لا؟ هتكتب. هتكتب كل الحاجات دي وتبتدي انت تدرب نفسك انت تغيرها نهائي، وتشيل كل المعتقدات دي وتحط معاها معتقدات صح. هتقولي لنفسك انا مليونير وانت قاعد على الحديد ممكن، لكن فعلا لازم تضحك على عقلك. احنا لازم نعيش واحنا نبتدي يعني نضحك على عقلنا عشان نعرف نعيش ونقنع نفسنا حتى لو مفيش اي حاجه. لكن لازم مؤمن ان تفاءلوا بالخير تجدوه. لازم تدرب عقلك على اي فكره انت بتفكر فيها. كل يوم قدام المرايه تقول لمده 20 يوم وتقول انا غني، انا مبسوط، انا فرحان، انا سعيد، انا عندي جذب للمال، انا عندي جذب للصحه، انا عندي جذب للحياه، انا محب للحياه. ممنوع تقول تاني خالص، ممنوع تقول الدنيا صعبه، مفيش حاجه حلوه، الدنيا مش سهله، انا مش معايا فلوس، انا فقير، لان عقلك هيبتدي يصدق ده. فانت لازم تبطل ده حتى لو انت كنت على الحديده حرفيا. لازم ما تقولش كده. انا واثق في قدرتي، انا واثق في نفسي، انا واثق في شغلي، انا واثق في حياتي. مع الوقت اللغه الجديده تبتدي تتبرمج في مخك وهتلاقي نفسك بديت تنقلها للناس وتصرفاتك كلها تبتدي تتغير تماما، هتتغير تماما وهتغير عقلك الباطن للافضل. الخطوه الرابعه، اعمل اي حاجه عمليه حتى لو هي كانت صغيره كل يوم، يعني تدل ان انت بتتحرك وبتعمل حاجه جديده. تفكر في حاجه، تقرا في حاجه، ممكن على فكره تقرا قران. برضو في خطوات لقراءه القران ان انت صعب ان انت تقراها، ممكن تقرا صفحه واحده كل يوم بس. لازم تتعلم لغه جديده، ادخل على اليوتيوب سيرش على حاجات جديده تسمعها، هات كتاب جديد عن المهارات الحياتيه، عن الافكار، عن اسرار النجاح، وحاول ان انت تقراها. لازم توصل لعقلك الباطن دايما ان انت مش قاعد بس بتحلم، لا انت بتتحرك وبتبتدي لان ربنا بيستجيب للناس اللي بتتحرك حرفيا جدا. الخامسه، ابعد عن اي حد ممكن يجذب لك طاقه سلبيه. اي حد. في ناس كل يوم تكلمك وانت اصلا شخص متفائل، شخص كويس، تلاقي مثلا صاحبتك بتكلمك تحكي لك وتشكي لك وبتاع، وانت بتعبي 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 بتعبي. فده طبعا مرفوض خالص. مع ال 20 يوم اللي انت هتعيشهم، او ان انت تدرب نفسك تبعد عن اي حد سلبي وتعمل الخطوات دي. اسمع حاجات كتير جدا، اقعد مع الناس الناجحه، اقعد مع الناس اللي بتتكلم بكلام ايجابي، حتى لو كانوا اقرب ناس ليك بيتكلموا كلام سلبي ممنوع ان انت تقعد معاهم نهائي جدا. حاول تعبر عن حبك للناس اللي حواليك وابعد عن اي حد متشائم واي حد فيه صفات الفشل، او ان هو مش عايز يعمل حاجه، او ان هو بيتبارد. ممكن هو ظروفه مختلفه. وقبل ما تنام دايما قول لنفسك ان شاء الله بكره افضل بكتير من النهارده، وانا هفضل يا رب اسعى لحد ما احقق الصح في حياتي. ودي كانت نهايه الحلقه النهارده. بشكركم جدا جدا واتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. باي.